السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على كل متابعينا ومشاهدينا واللي لسه هيتابعنا واللي لسه هيشاهدنا. عاملين ايه يا حبايبي؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو زي ما احنا متعودين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لو عجبك الفيديو متنسانيش في اللايك الحلو، لان اللايك ده هو اللي بيخلي الفيديو ياخد حقه ويوصل لاكبر عدد متابعين ومشاهدين، والكل يستفاد بامر الله تعالى. لو حابب تعمل مشاركة للفيديو عشان برضك الكل يتابعه ويشاهده والكل يستفيد، جزاك الله خير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو ونبذة كده عن موضوع الفيديو، تقليب القشر بندق عملي وبالحمام. بس في كلمتين كده عايز اقوله لكم على السريع عشان ما اطولش عليكم. بفضل الله انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقدم لك معلومة عن تجربة تفيدك، سواء تغذية سليمة، سواء علاجات، سواء مراحل فرخ الحمام، سواء بطلع واسافر وابدأ اعمل لقاءات مع بعض الغواة اللي بيشرحوا على الحمام عملي او عندهم خبرة، عشان ابدأ انقل لك الخبرة بتاعتهم دي ليك. بفضل الله تستفاد من ايه؟ تستفاد اول حاجة ان انت هيكون ليك ارضية كويسة في الغية، في نفس الوقت بصمة في الغية، في نفس الوقت مكانتك وسط الغواة مسمعة مبصم في الغية، وطبعا مصنف وسط الغواة الحريفة. تاني حاجة لما تيجي تبدأ بفضل الله تحقي فرد حمام، تعرف العيوب الشرعية والعيوب الغير شرعية في فرد الحمام اللي انت بتشتريه في اي باب من البيبان اللي انت عايز تربيها. ثالثا انت بتدفع فلوس، فانت لما بتيجي تدفع فلوس فانت عارف ان فرد الحمام ده يستحق الثمن اللي الغاوي عرضه بيه ولا لا. يبقى انا كده بفضل الله قدرت افيدك. بفضل الله قناتي بقى لها اكتر من سنة و5 شهور. بفضل الله عندي متابعين ومشتركين ومشاهدين كويسين جدا، بس حتة التفاعل بتاعهم على فيديوهاتي قليلة جدا. يعني بسم الله ما شاء الله انا داخل على 2000 مشترك. الفيديو مثلا اكبر فيديو مثلا ممكن يجيب 400 500 مشاهدة. طيب هل ده مثلا عشان صغر سني، ولا عشان ما بربيش جميع الانواع، ولا عشان ماليش في قلة الادب؟ عشان بس ابقى صريح معاكم، او ان انا اقل باللي قدامي مبدئيا، عشان بس هديك كل حاجة تمام بحلولها. لو سنه صغير فهي مش بالسن، ففي غواة اكبر مني سنا تمام بمراحل وبيغلطوا في الحمام. انا بجتهد بفضل الله تمام، وبالبلدي كده بذاكر تمام، وبرضه بذاكر نظري تمام، وبطبق عملي زائد الشفوي اللي انا تمام بكتسبه من الغواة الحريفه اللي هي الغواة القديمه قوي اللي هي خلاص بطلت غاية. بالتواصل طبعا على صفحات الفيسبوك، بالتواصل على بالتليفون واتس تمام. ان انا ممكن بقعد معهم برضك قاعده من غير ما بيعملوا فيديوهات، اللي هم مش حابين يعملوا فيديوهات بقعد معهم قاعده فبستفاد منهم. وهي دي الغايه. الغايه ايه؟ اكتساب خبرات. طب الاكتساب الخبرات دي هتيجي تمام لوحدك؟ هتشم على ظهر ايدك وتكتسب خبرات؟ هتشم على ظهر ايدك وتعرف معلومات؟ لا، بتحاول تعمل ايه؟ تحاول تكتسب الخبرات دي تمام من اللي حواليك، وبفضل الله تمام بتطبقها، وبعد كده بتيجي تنقلها للناس اللي هي ايه؟ اللي هي في المحتوى بتاعي اللي هم متابعين ومشاهدين. لو بالحمام ففي ناس مع احترام لحضرتك بيبقى في ظهره 30 40 فرد حمام تمام، لا يقل الفرد الحمام عن 2000 و 3000 جنيه، والحمام اللي وراه تمام بيبقى فيه عيوب ولا هو عارف عيوبه الشرعيه ولا عارف عيوبه الغير شرعيه. مجرد ان هو معاه ماديات تمام فبيرص حمام في سلكاته بدبل فلان وعلان وكده، وما عندوش حاجه اسمها اجتهاد. هو بفلوسه دخل الغير بفلوسه، شايف برضك الناس بتديله حق زياده عن حق. طيب
انا مش معايا مثلا، عشان اكون صريح معاكم، مش معايا فرد حمام، تمام، حق تمن فرد حمام ادخله جوه السلاكه مثلا ب 3 4000 جنيه، تمام، عشان مثلا اشرح لك عليه، او عشان انت تحس ان انا بكلمك، تمام، بثقه. طيب يعني اللي هو معهوش فلوس ما يفهمش في الحمام. طب اعتبرني مثلا انا راجل بحب باب الكشك، ما افهمش في البيبان التانية، ما افهمش في باقي الحمام. لا، غاوي الحمام يا جماعه لازم يفهم في الحمام كله. غاوي الحمام لازم يفهم في الحمام كله، تمام. مش معنى ان انا مش معايا ادخل مثلا فرد سكروطه او بنفسجي او اخضر او قشر بندق مثلا، تمام، يبقى انا ما بفهمش فيهم، او انا ما بعرفش فيهم، او انا ما انقلش معلومه، تمام، في الباب ده. لا، قلت لك هي ايه زي ما قلت لك في اول فيديو، هي اكتساب خبرات، تمام، ومذاكره نظري وتطبيق عملي، وبرضك شفوي بين الغواة الحريفه اللي انا بقعد معاها بكتسب منهم خبرات، فابدا تمام اكتسب الخبرات دي. ده اللي بيعلي ايه مستواي في الغايه، تمام. فانا بنقل لك، انت راجل مشاهد، تمام، بتتفرج عليا وراجل عندك خبره، انتقدني، قول له لا انت بتتكلم في الحته دي غلط، مش عيب. قول لي بتنتقدني كده في حته كده، في علاجات مثلا، في تغذيه، في تهيئه مكان، في مراحل فرخ الحمام، في لقاءات مع غواة حريفه، في طلوعي مثلا قدامك في فيديو بتكلم عن اي باب من البيبان الحمام وغزار او اي باب تاني، قول لي لا انت عندك الحته دي، التركه دي عندك غلط، مش عيب، اصلح منها، ابدا اصلح. احنا كلنا برضك محدش الكمال لله وحده، بس انا بقول لك تمام، مش غرور مني، بفضل الله لما ببدا اقدم لك فيديو بقدمه لك، تمام، عن تحضير كويس، ويعتبر برضك ان انا ايه بحاول اكتسب المعلومات دي معلومات من مصدر موثوق فيه، فانا اكتسبتها خلاص، هي بقت خلاص انا بقيت عرفتها، فابدا انقلها لك. طب واحد هيقول لي طب يا عم ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان الفيديوهات ما بتاخدش حقها. طيب انا راجل مع احترامي ليك مش عايز اطول عليكم، انا راجل تمام برضك شغال، بحاول افضي الساعه او الساعتين، تمام، اطلع فيهم اظبط تمام الرينج لايت بتاعي والاضاءه والصوت، واقدم لك فيديو يفيدك، تمام. ما كل ده بياخد وقت، غير خدمتي مع الحمامتين، غير شغلي، تمام، اللي هو شغل، تمام، يعتبر انا شغل مجهود، يعني مش بالورقه والقلم، لا، شغل عضلي وفكري وكل حاجه، ومش حر، تمام، حركتي، يعني مش وقت ما اتحرك، وقت ما اقعد، لا، شغال تحت برضك، تمام، ناس هي اللي بتحركني وهي اللي بتشغلني، غير الشغل اصلا بيحتاج عضلي، شغل عضلي وشغل فكري. فالنهارده انا برضك اي حد يبقى حابب ان هو ينجح، تمام، وغير برضك ان انا برضك بشحن نت وبقعد برضك، تمام، ارفع لك كل شويه فيديوهات عشان افيدك وكده. واحد يقول لي طب انت عامل ده للاستفاده؟ ما افيد واستفيد عشان انا صريح معاه، هقول لك لا افيد واستفيد، يعني ابسط الامور حتى الاقي مثلا من ورا الموضوع ده حق اللي انا بصرفه او حق اللي انا بعمله، تمام، بس مش اكتر. مش عايز انا زي ما الناس فاكره الوفات لا، يعني حق برضك انا، تمام، بسافر برضك بفلوس ويومي كله بيتعطل، تمام. انا يعني بحكي معاك كده ايه فضفضه، عشان بس اقول لك اللايك مش هتخسر حاجه لما تعمل لايك على الفيديو، مش هتخسر حاجه لما تعمل لايك على الفيديو. لو شايف اي نقطه انا بتكلم فيها غلط انتقدني، مش عيب، مش عيب ان انت تنتقدني، تمام، وما تاخدش بالشكليات، ياما ناس، تمام، شكلياتها كويسه وجواها فاضي، مش بكده، تمام. انا زمان ما كنتش بفهم في الحمام خالص، بدات واحده واحده اعلى 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 اعلى، لا. ولسه برضك عندي طموح ان انا اوصل اعلى من كده واكتر من كده، لان قلت لك انا المعلم بيموت وهو بيتعلم، وده بحر واسع، مش كلمتين، تمام، ولو حفظتهم تمام، فين تطبيقك؟ فين تطبيقك؟ ولو حفظتهم هتيجي وسط غواء عقر تقعد في وسطهم، تمام، معلش يعني لما تيجي يكلموك في الحمام وانت ما بتعرف، وانت حافظ مش فاهم، هتبقى في وسطهم بلبوس، فانت لازم تفهم برضه. طيب مش عايز اطول عليكم، تمام، يا ريت الدعم لقناتي، تمام، والفيديوهاتي، واللي ما تابعنيش وما شاهدش فيديوهاتي اللي قبل منها وما عملش لايكات يخش يعمل لايكات عشان القناه، تمام،
في الاول وفي الاخر كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بس انتوا سبب ان القناه برضك تعلى. تمام. طب النهارده هنتكلم عن القشر بوندو. والقشر بوندو يا جماعه ده بيت اساسي. طيب اي دخول على القشر بوندو ده، لان هو بيت اساسي، اي دخول عليه اللي هو ايه؟ الدخيل. بينتج ايه؟ بينتج حمام. تمام. في مؤشرات اكيد ان فرد الحمام ده دخله ايه؟ عليه الدخيل. طب يعني ايه فرد؟ يعني ايه فرد حمام دخل عليه الدخيل؟ يعني فرد حمام اتعجن من الغوايه، دخله على القشر بندق، دخله على القشر بندق اهو، ده دخيل، دخله يعني دخيل، دخله على القشر بندق، دخلوا عليه البنفسجي، ودخلوا عليه السكروطه، ودخلوا عليه الاخضر، ودخلوا عليه زهر الكتان. تمام. ودخلوا عليه الابلق الاحمر، وكان في حاجه اسمها ابلق احمر. قشر بندق اتعجن. نادر قوي، نادر قوي الغاوي اللي هو غاوي الباب ده، تمام، اللي ما عجنهوش، اللي حافظ عليه. وده دلوقتي اللي هو عالي بمستوى فرد الحمام ده، واللي ظهر تمام عندهم بمستويات قويه، لان ما دخلوش عليه الدخيل. طيب من هنا هبدا اقول لك خلي بالك، قشر بندق نسبه كبيره تمام في فرخه، تمام، مستواه بيتراجع بشكل كبير، لان باب حساس ومش اي غاوي يعرف يشتغل عليه. ليه مش اي غاوي يعرف يشتغل عليه؟ هقول لك بالامانه، لان بيحتاج خبره من الغاوي في معرفته لمواصفات فرد القشر بندق البيور، وبيحتاج ماديات قويه في الوقت الحالي. النهارده عشان تدخل اقل فرد قشر بندق في نمر كويسه، فانت هتسمع، عشان نبقى واضحين، هتسمع بال8 وبال10 وبال15، وخد من ايه اعلى من كده كمان، عشان نبقى في ايه واضحين مع بعض. لان الباب ده، لان ايه اللي خلى الدنيا تعلى في اسعار القشر بندق كده؟ لان الباب ده يا جماعه مطلوب بشكل كبير بين الغواة، واللي دخل وده خلى ايه؟ وده خلى يعتبر تصنيفه الاول في طلبه بين الغواة حمام الغزار، لان باب تجاري. يعني ايه باب تجاري؟ يعني باب بيجيب فلوس، باب بيجيب فلوس ومطلوب. طيب من هنا هبدأ أشرح لك على فرد حمام قشر بندق يعتبر فرد مستواه متوسط. ليه؟ لاكتسابك المعلومة عملي. هنجيب فرد الحمام مع بعض، هنجيب فرد الحمام مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فرد حمام يا جماعة، تمام، يعتبر شاب عليه تمام 4. عشان بس ايه الناس اللي كانت طلبت مني ان انا اشتغل تمام على شرح على فرد حمام تمام عملي. قلت لكم طبعا ده فرد عليه تمام 4 لسه شاب، هشرح لكم عليه عملي بفضل الله، عشان برضك اقول لكم تمام ان العمليه مش بالسن، العمليه مش بالسن زي ما قلت لك في اول الفيديو عشان ما اطولش عليكم. طيب اول حاجه تقليب تمام القشر بندق. تقليب القشر بندق اول نمره هنتكلم فيها في مواصفاته، وهي حته العظم. حته العظم، عظم من قشر بندق يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، شايفين عظم القشر بندق عامل ازاي؟ خارج تمام، خارج من نافوخه، خارج من نافوخه، خارج من نافوخه. انا باكد اهو على المعلومه، خارج من نافوخه، ماشي مع دوران دماغه، في استداره اهي شويه اهي، مع دوران تحس ان هي نص دايره كده، مع دوران تمام دماغه ماشي. طبعا عظمه بيكون متوسط، وهبدا اقول لك هنا عظمه تمام مش مكلب او قاطع زي الصافي، ودماغه مش مدوره. ليه؟ لان دلوقتي قشر بندق لو جه دماغه مدوره، طب ما صفه من صفات القشر بندق او البل القنطره والقبله. طيب النهارده فرد الحمام ده لو دماغه مدوره تمام زي الصافي، فازاي هيبان في قنطره او في قبله؟ خد دي عندك تمام. فرد الحمام عظم فرد الحمام مش قاطع زي الصافي، ودوران الدماغ، دوران الدماغ اللي هي الدماغ الدايره، مش دماغ الدايره زي دماغ الصافي، مع قطعان عظمه، تلاقي عظمه لابس في وشه زي ما بيقولوا تمام، او في دماغه. ده بيدل ان دخول الصافي على القشر بندق ده اول ايه؟ اول نمرتين يبينوا لك تمام ان فرد الحمام ده
دخل عليه الصافي. طيب هنيجي بقى هنا عظمه متوسط، ماشي اهو عظمه متوسط. طبعا ايه عظمه يا جماعه طالع من ايه؟ طالع من نافوخه. نشوفه كده تمام من قدام، نشوفه كده من قدام، نشوفه كده من قدام، تحس ان في ايه؟ شايفين اهو؟ تحس ان في قنطره او قبله. تمام. لون العظم ايه بقى؟ واحده واحده. لون العظم ابيض، ابيض تمام، بشكحه بني غامق، بشكحه بني غامق، بلون جدته او لون اكتافه او لون ابشاته او لون ارضيه تمام الجته. طيب من قدام برضك احنا بنقول عليها شكحه، ليها مسمى تاني بنقول عليه فاهم دمغه او مدموغ، عظمه مدموغ. طيب بلون ايه برضك الجده اللي انا قلتها لك تمام، او لون الابشات او لون الاكتاف او لون ارضيه ايه فرد الحمام. طيب عظمه تمام مش مفحم، عشان العظم المفحم ده يعيب تمام جميع البل. عظمه مش مفحم، والناتج عن العظم المفحم ده طبعا بيدخلوا ايه الصافي الازازي على الايه الشربندو او على البل تمام، عشان يأثروا طبعا العظم ويخلوا دماغه تمام مدوره. طيب طبعا ده العظم المفحم عيبه. طيب يبقى ايه؟ يبقى ايه بقى؟ يبقى ده كان كده ايه؟ يبقى لما الاقي عظم مفحم يبقى ده دخله الدخين. طبعا دخله طبعا الدخين انا قلت لك عليه اللي هو ايه؟ الصافي الازازي، عشان يقصروا عظمه خالص، يخلوا عظمه قاطع ويخلوا دماغه مدوره زي دماغ تمام الصافي بالظبط. طيب اول حاجه هنيجي بقى بعد كده هنيجي في جفنه. جفنه تمام زي ما انت شايفين كده راق واحد، جفنه راق واحد تمام، جفنه راق واحد. لون الجفن ابيض، لون الجفن ابيض تمام، ما يكونش تمام الجفن ده يا جماعه محمل، ما يكونش الجفن يعني محمل يعني ما يكونش تقيل قوي، وفي نفس الوقت الجفن ده ما يكونش ملسوع، لان الجفن الملسوع ده يعيبه. طب يعني ايه جفن ملسوع؟ الجفن الملسوع ده يعني بيبقى جفنه لونه احمر او وردي. طيب هنيجي بقى هنا تمام في الشكل تمام العين. شكل العين او رسمه العين عامله ازاي؟ عشان بس نوضح للناس. رسمه العين تمام من فوق تمام شكل يعني شكل العين او رسمه العين بتبقى بيضاويه من فوق كده، من فوق تحس تمام، تحس انت كده لما تيجي تشوف فرد حمام من فوق من هنا كده تحس ايه؟ انه مشدود، مشدود لفوق زي واخد شكل رقم 8 من فوق تمام. هنيجي في نمره تمام 8 في القشر بندق، ودي اللي بتخليك تمام تعرفك ان فرد الحمام ده اصوله قويه. من ايه؟ من لون عينه. ولون عينه هنا يا جماعه بتنقسم تمام لثلاث جزيئات. يبقى عينه بتنقسم تمام، لون عينه بتنقسم لثلاث جزيئات. اول جزء وهو النني الاسود، اللي هو النني تمام الاسود تمام، شايفين كده يا جماعه النني الاسود. طيب بعد النني الاسود الجزء الثاني بعد ايه؟ بيبقى فيه حلقه تمام او دايره، حلقه دائريه او دايره حوالين النني الاسود ده، حوالين النني الاسود ده. طيب بيكون ايه؟ بتكون طبعا رفيعه تمام، بتكون ايه؟ رفيعه. بيكون لونها ايه؟ بيكون لونها زيتي تمام منوره او زيتي فاتح. هنيجي بقى في الجزء الثالث، الجزء تمام الثالث اللي في لون العين، وهي ايه بقى؟ وهي بتكون طبعا ارضيه العين، يعني بيبقى اللون السائد، اللون الاكتر تمام في العين. وهي بتيجي ازاي؟ بتيجي زيتي منجمه. طب واحد هيقول لي يعني ايه زيتي منجمه؟ زيتي منجمه دي بتكون فيه فصوص صغيره تمام زي فتافيت السكر او كسر الازاز الصغير ده، بتكون في ارضيه العين مع اللون السائد تمام في ارضيه العين اللي هو الزيتي الغامق تمام كده. طب حد هيقول لي تمام طب لون العين قشر بندق تمام لو جه لونها مستكاوي، لون العين قشر بندق لو جه لونها مستكاوي او ابيض او عين منوره تمام، اعرف ان فرد الحمام ده داخله ايه؟ قبل سكروته من بعيد تمام. طب لو لون الارض، لو لون ارضيه تمام العين اللي هي اللون السائد جه زيتي تمام، زيتي بس،
يبقى داخله ايه؟ داخله قبل اخضر من بعيد. طبعا يا جماعه كل حمامه تمام ليها مواصفاتها مستقله تمام بنفسها، ودي اللي بتخليها تتميز عن كل باب عن باب، وده اللي بيخلي الغوايه الحريفه تعرف تقتني تمام فرد الحمام الصح، وبتبدا تدخله جوه السلاكه بتاعته، وبيبدا يعلى تمام في فرخه في الباب ده او اي باب عايز يخشه، لان هو انتخابه في الاول وفي الاخر من ايه؟ من حته طبعا الاساسيات او مواصفات البيور والنمر اللي هو عارفها تمام. طيب وجود مسله. يعني ايه مسله يا جماعه؟ المسله دي بتبقى خط كده فالق الدماغ نصين تمام، وهنيجي من عند الدماغ من هنا كده تمام، هي حته المسله اللي هي خط الابيض اللي فالق دماغه نصين لحد كده لحد الديل كله ايه؟ سلت. يعني ايه سلت؟ يعني تمام ما فيهوش طراطيش تمام ولا زفره ولا اي حاجه. في نفس الوقت برضك فرد الحمام من تحت بيكون قطنه بيضه. يعني ايه قطنه بيضه؟ يعني بيكون نضيف من تحت 100%، ما فيهوش اي طراطيش ولا اي تصفير تمام. ده برضك ناتج من تمام ده نمره برضك من النمر اللي بتاكد لك برضك ان فرد الحمام ما دخلش عليه برضك ايه؟ الدخين. طيب هنيجي بقى في حته برضك وهي الخنقه. ناس بتتكلم كتير وتقول يعني الحمام ده فيه خنقه. طب خنقه كده بالكلام ولا بالعملي؟ لا بالعمل. الخنقه دي تمام، شايفين العظم ده يا جماعه اهو، شايفين العظم بيكون ايه؟ بيكون لابس تمام مع تمام النافوخ لابس كده. لما هي يجي هنا شويه ده عشان فرد حمام لسه في قلش، فهيبان فيه خنقه شويه. فرد الحمام ده شويه الريش اللي شايفينهم دول بيبقى عاليين شويه ده تمام. لو شويه الريش دول هبطوا اللي هي دي الحته دي كده هبطت كده نزلت لتحت، دي خنقه، ودي تعيب وصعب الطلوع منها تمام، هنيجي برضك في حته تمام دماغه بتكون تمام اللي هي النافوخ يا جماعه. كل ما كان يضيق النافوخ من هنا، كل ما ضيق كل ما ايه؟ محل فرد الحمام. وفي نفس الوقت دماغه ما تكونش فايره تمام. وفي نفس الوقت ما فيش ايه؟ نقر. يعني بص تلاقي الدماغ حته واحده كده نازله ايه على ما فيش نقر تمام، ولا مطبات ولا سنه من ورا، ما تلاقيش بطحه من ورا من هنا، ما تلاقيش تمام بطحه من ورا من هنا. طيب في نفس الوقت برضك انا اكدت لك ان دماغه ما ينفعش تكون فايره قوي. طب لون الجته او ارضيه تمام الجته او الابشاد او الاكتاف لونها ايه؟ كلهم معنى واحد، لونها بني غامق. لون الجته تمام او ارضيه الجته او الابشاد او الاكتاف كلهم مدي معنى واحد، بيبقى بني تمام غامق بتقريشه. يعني ايه التقريشه؟ يعني التختيمه اللي احنا شايفينها دي، تمام. والتختيمه دي يا جماعه لازم تكون موجوده في القشر برضه تمام. واصعب لونين صعب تظبطهم تمام، القشر بندق والقشر سمك تمام. حمامتين تمام لو جيت ظبطت مثلا النمره تلاقي نمره تانية تهرب، لو جيت ظبطت نمرتين تبص تلاقي نمره تانية ايه؟ ما ظبطتش معاك، لان فردين حمام حساس دول. طيب هنيجي بقى ايه؟ الغوايه اللي بتتكلم عن الجته السايحه او الجته المحروقه. الجته السايحه او الجته المحروقه ده ناتج عن دخول تمام بلق تانية على القبله القشر بندق، لان القبله قشر بندق زي ما انا قلت لك لازم يكون في تقريشه تمام. لو الجته كلها جت سايحه، يا حبيب قلبي انت وهو تمام، سواء بقى ايه فتحه غامقه تمام، اعرف ان ده دخلوا عليه بلق تاني، دخلوا بقى عليه اللبلق بقى السكروطه، اللبلق الاحمر، اللبلق الاخضر، ايا كان. وهتلاقي برضك ظاهر في ايه تمام هتلاقي برضك ظاهر كمان نمر تانية تمام مش موجوده في القشر بندق. هتلاقي ايه؟ وجود دبك تمام، ساعات في وجود دبك، ساعات بيبقى فيه تمام فرد الحمام تبص تلاقيه كده ايه خدوده تمام طويله قوي. وانا هيجي لك برضك ايه واحده ايه على في الحته دي. طيب ثانيا بقى يا جماعه اللي انتوا لازم تعرفوه تمام، ان دخول الابلق الاخضر والابلق البنفسجي تمام
على القشر بندق ظهر برضك ان في ايه، في دبك، ايه، في دبك، تمام، في القشر بندق. طب ليه اشمعنى ظهر الدبك ده؟ لان طبعا الابلق الاخضر والابلق البنفسجي دول البلقين اللي فيهم ايه، فيهم تمام دبك. طب لون بقى، هنيجي في لون تمام خد القشر بندق او لون خدوده. وهنا تمام عايزك تركز معايا. تمام، اول حاجه لون خد القشر بندق او لون خدوده بيبقى اسود كوبيا. يعني ايه اسود كوبيا؟ يعني اغمق، تمام، درجه او درجتين، تمام، اغمق درجه ودرجتين من ايه، من تمام من جدته. طب توصيفه في اللون صح، توصيفه في اللون صح، تمام، اللي هو اسود كوبيا، يعني اللون تمام اغمق درجه في الازرق. زي كده حبر القلم الازرق لما بيجي يطفح، بيشوف لما بيجي حبر القلم تمام الازرق، شفت القلم لما بيجي يطفح عندك بيبقى عامل ازاي؟ ده احنا بنديله تمام تشبيه، تمام، ان هو شبه، يعني الحبر ده لما بيطفح بيبقى بيدي لون ايه، اسود كوبيا. طيب لو مش هنيجي بقى نشوفه، تمام، لو هنيجي نشوف الخد ده، تمام، ماشي من بعيد، لو حسيت ان بتيجي تبص لفرد الحمام ده من بعيد تحس ان هو لونه ايه، اسود. تمام. طب هنيجي برضك تمام شكل الخد، شكل الخد عريض وكبير، شكل الخد عريض وكبير ومتوسط الطول. يعني ما ينفعش يكون قصير خالص، ما ينفعش يكون قصير خالص، تمام، ولا ينفع يكون طويل خالص. القصير خالص لو جه في القشر بندق تعرف ان هو برضك داخله ايه، قبل اخضر، لان القبل الاخضر معروف خدوده تمام قصيرين ومحروتين، يعني راجعين لورا، تمام. فده ناتج برضك ان القشر بندق لو جه خده قصير، ده ناتج ايه، ده ناتج ان دخل عليه ايه، الدخيل. طب لو خدوده جت طويله قوي، لو خدوده جت طوال قوي ملمسين على الاكتاف دي كده، برضك ده يبقى ناتج برضك ان دخل عليه الابلق البنفسجي، لان اطول خدين في البول اللي هو الابلق البنفسجي. طب ديل يا جماعه، الديل تمام عشان بس الناس تبقى فاهمه، الديل تمام العقصه هنا تبقى عريضه، العقصه اللي في الديل بتكون ايه، عريضه، تمام. طيب وريش الديل بتاع القشر بندق او عامه اللي في البلق كلها بيتراوح من الريش اللي في الديل بيتراوح من 12 ل 16 ريشه، من 12 ل 16 ريشه، تمام، ده في البلق كلها عامه. طب رجله زي ما انتم شايفين تمام متوسطه الحجم والارتفاع، متوسطه الحجم والارتفاع. الخشونه تمام، الخشونه متوسطه برضه، خشونه رجل فرد الحمام متوسطه. لون الضوافر تمام بتكون حسب لون عظمه او لون تمام الجته بتاعته، يعني تمام ممكن يجي الضوافر دي ممكن تيجي بلون تمام البني الغامق او الاسود او الابيض. طيب خده ما يكونش فيه نقله او منقول. يعني ايه خده ما يكونش فيه نقله او منقول؟ يعني ما يجيش مثلا الخد ده هنا درجه تمام وينتهي تمام بدرجتين ثلاثه من تحت، لا خده كله درجه واحده زي ما انا قلت لك، تمام، بيبقى لونه اسود كوبيا، تمام. في الشمس تمام، في الشمس تحس ان هو بيدي تمام درجه من درجات تمام الازرق الغامق، زي لون تمام الحبر القلم لما الحبر بيطفح منه بيبقى زي لون الحبر كده، ولما بتيجي يبقى في الضلمه او تحس انت بعيد عنه خالص تحس ان هو بيدي ايه، لون الاسود. طب وهنيجي هنا في حته برضك الخد، عشان الناس بتقول لك ان خد الابلق الاخضر تمام في نهايته بيبقى فيه نقله. لا يا جماعه، الخضار في خضار هنا اهو زي شايفينه في اخر اطراف الخد، شايفينه كده يا جماعه، اخر اطراف الخد، اخر اطراف الخد بيبقى فيه خضار كده، تمام. ده بيسمى تمام جين التقزح. جين التقزح ده هو ده اللي بيخلي ايه، الخد اطرافه من تحت تمام بيكب خضار. وهتلاقي في جميع الحمام تمام البلق وغير البلق برضك هتلاقي بص فيه فرق الحبقات، حتى الابلق الاسود او العنبري الاسمر تمام او الاسود غزار هتلاقي برضك الحته دي تمام بتغب ايه خضار ده تمام. او في البلق طبعا في خدوده نهايه اطراف الخدود بتاعت البلق كلها برضك بيبقى فيه ايه، بيخب خضار كده، ده بيبقى من جين ايه التقزح. طبعا
بعض الغواة تمام شرحت يعني ايه جيل التقزح طبعا علميا. طيب هنيجي بقى ايه في حته تمام العظم القشر بندق. عظم القشر بندق تمام لو طبعا جه عظم قاطع، بس عشان الناس فاهمه عظم قاطع تمام مش عظم تمام قاطع زي الصافي، لا بيبقى عظم قصير. طب العظم القصير اللي جه في القشر بندق ده ناتج عن ايه؟ ده ناتج اول حاجه عن ظهور تمام طفره، والطفره دي تمام بعد الغواة ظهرت عندها الطفره دي. ايه هي الطفره؟ العظم القصير في القشر بندق. بس العظم القصير اللي هو ايه؟ اللي هو مع وجود تمام قنطره او ابره. فدي طبعا طفره ظهرت عند الغواة، والغواة الحريفه تمام العقر في اللقو، وحط تحت الموضوع ده مليون خط. الغواة الحريفه العقر في اللقو التكميلي تمام ان هم بيقدروا يعلوا بمواصفات الباب بدون ان هم يدخلوا اي دخيل على الباب ده او اي باب تاني على الباب ده، كل باب مستقل بنفسه. دول الغواة الحريفه اللي عندها لقو. ظهر عندها ايه الطفره دي؟ الطفره هي العظم القصير بس حافظه تمام على قنطره وقبله تمام وشكل تمام دماغ القشر بندق، بس مع تمام ايه تثبيت صفه اللي هي الطفره اللي ظهرت عندهم دي في القشر بندق اللي هو العظم القصير ده. وقدروا بفضل الله طبعا بحرفنتهم واجتهادهم طبعا ولقوهم الصح ان هم تمام يثبتوا الصفه دي ويخلوها نمره اساسيه تمام في القشر بندق تمام. وده اللي خلى طبعا القشر بندق ايه يزيد جمال وحلاوه. طيب هنيجي برضك في حته برضك الناس لازم تعرفها، وهي ايه؟ وهي يعني ايه خلع. الخلع ده يا جماعه بيبقى ريش ابيض هنا، ريش ابيض هنا تمام بيظهر على ابشات او اكتاف او ارضيه او جته فرد الحمام. بيبقى لون تمام زي شايفين الريش ده عامل ازاي، بس بيبقى ريش ابيض، ده اسمه خلع تمام. برضك في حاجه اسمها حرام. الحرام ده بيبقى شفت الخد ده بيبقى طويل خالص كده تمام، ده اسمه حرام. طيب وبرضك في حاجه اسمها الديل القلاجه. الديل القلاجه دي بعض الغواة بيقولوا ان هو تمام ناتج عن حرق دم، وفي غواة تانية بتتكلم ان هو ناتج طبعا عن دخول الدخيل على الفرد ده. طيب خلينا نبقى واقعيين. من اساسيات ومواصفات والنمر الاساسيه في البرء عامه ان هو فرد حمام سلك من فوق ومن تحت ومن الديل. فاصبح النهارده لما الاقي ديل قشر بندق تمام ديل قلاجه يعني ديل اسود كده غامق او مزرق، فده ناتج من اساسي اللي دخل عليه الدخيل ايا كان بقى دخلوا بقى عليه اي كان دخلوا عليه ايه تمام. فلازم فرد الحمام يكون سلت من فوق وتحت ومن ناحيه الديل. طيب وبرضك في نفس الوقت يا جماعه عشان بس الناس تبقى فاهمه، فرد الحمام لازم من ورا ما يكونش فيه انا بكلمك على فرد الحمام الصح، ما يكونش فيه طراطيش هنا تمام. الجريد اللي هو الريش بتاع فرد الحمام لازم يكون بالعشر الابيض تمام، ما يكونش فيه هنا طبعا ريش اسود. لو ريش اسود يبقى دخل عليه الابلق الاسود تمام. لو نفس لون الجده ظهر ريشه تمام في الجناح تمام او في اطراف الجناح او في العشر، ده برضك تمام سهل ان انت ان شاء الله تطلع منه في فرخك طبعا ولقوك التكميلي. ومن هنا بفضل الله قدرت اقدم لك تمام فيديو بشرح عملي عن تقليب الابلق القشر بندق، وده هيعتبر اخر فيديو ليا تمام على القناه، عشان انا زي ما انا قلت لك انا حابب تمام اخش يعني اي مجال بقدم فيه اي حاجه بحابب انجح فيه. فانا شايف ان انا مش يعني بعدم طبعا تفاعلك معايا في قناتي بحته سواء بدعمك باللايك تمام او فرجتك على فيديوهاتي، شايف ان انت يعني مش على هواك تمام. فده يعتبر اخر فيديو على القناه بتاعتي. اتمنى لكم تمام كل الخير وكل السعاده والبركه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.